بقائمة المنتخب الجزائري أهم سؤال. لما أصيب جويري المفروض الجميع انتظر أن يتم تعويض هذا اللاعب، ولكن جمال بالماضي اكتفى ب 26 ولم يقم بتعويض هذا اللاعب رغم وجود عديد الأسماء المهمة في عالم كرة القدم، عديد الأسماء التي بإمكانها ممكن يحتاجها المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا القادمة. صحيح هيكل هو جويري لما تصاب يعني أكيد أنه كثير من الصحف الجزائرية وحتى الملمة بشأن المنتخب الجزائري من القارة الإفريقية خصوصا البلدان العربية يقولون المفروض. ليش المفروض؟ هو المسؤول. جمال أمامنا 26 لاعبة. جمال بالماضي لا معك هو المسؤول، هذا كله معك. احنا تو نناقش والا ما نناقشوش. اذا كان هو المسؤول ونكتفي فقط معك. احنا لو ناقشنا احنا الان نناقش 26 لاعب. انت بالمنطق عندك 26، عندك اسماء كبيره في عالم كره القدم موجوده، اهمها بالرحمه. لماذا لم يقع استدعاء لاعب اخر، لاعب اضافي ممكن تستفيد منه؟ لماذا الاصرار على وجود 26 لاعب فقط والقانون يسمح لك ب 27؟ يا راجل حسب رايك يا هيكل، انا حسب رايي انه الان جمال بالماضي هو الان على محك انه هذه كاس الامم الافريقيه ربما ستحدد مستقبله. لا احد يقدر ان يفرض عليه لا القائمه لا عدد اللاعبين، لكن اذا تكلمنا بمنطق التكتيك او بالمنطق الفني هو المفروض لو كنا نتكلموا في المفروض هناك ياسين ابراهيمي، هناك حتى سعيود والكثير من النقاد والرياضيين في الجزائر انتقدوا هذه الاختيارات، لكن هو المدرب هو الذي له الكلمه الاخيره. انا رايي انت هوني باش تحلل، اعطيني رايك. انا رايي الان رايي فني انه هذا المنتخب انت مع جمال بالماضي ولا لا؟ انا معه اوكي أنا واضح. اعطيني الاسباب. نعطيك الاسباب. لانه هذا الفريق او هذا المنتخب تشكيله اللاعبين هي اقوى تشكيله في تاريخ جمال بالماضي. وكيف نزيدوها بالرحمه او كيف نزيدوها سعيود تصبح ضعيفه يعني. ولكن اذا تكلمنا على سعيود او بالرحمه الذين اساسا لن تكن لهم فرصه للعب، لانه لو تشوف هيكل اللاعبين اللي في المنتخب، لو تشوف الان الحلول والمفاتيح التكتيكيه اللي في يد جمال بالماضي لم تكن له في سابق الاوقات. جمال بالماضي كانت عنده مشكله يا هيكل. كيف تضيف 27 باش تحكي لي بمنطق مختلف يا هيكل؟ انا علاش ما فهمتوش المنطق سهل. انت ما راكش حاب تفهمه. المنطق سهل. هو اختار ان يمشي ب 26 لاعب منهم 4 حراس. هو حر اذا شاف انه ابراهيمي لن يحتاجه، اذا شاف انه بالرحمه لن يحتاجه، حتى ان بالرحمه حتى نكونوا واقعيين مر امام اسوا كاس افريقيا للامم مع المنتخب الجزائري المحافظه على المجموعه. لا لو يدخل عليهم لاعب اخر ممكن لا احنا نتكلموا على لاعبين عاشوا مع هذه المجموعه، وبالرحمه كذلك لم يقدم ما كان منتظر منه من الناحيه الهجوميه. بالرحمه بصفر رصيد اهداف المنتخب الجزائري. اذا من الناحيه التكتيكيه جبل الماضي عنده عده خيارات. المشكل الوحيد الذي كان يعانيه واظن انه بتغيير تكتيكي طفيف دفاعيا عرف كيف يحله، هو مشكل انه نتلقى الاهداف عن طريق الكرات العاليه. هنا لما حط بن سبعيني في المحور اصبح الفريق دفاعيا اقوى من حيث الكرات العاليه. اذا انا نظن انه المنتخب الجزائري هيكل في طريق صحيح رغم انه ليس المرشح الاكبر والاقوى لنيل هذه البطوله. واضح. انت مقتنعه، هذا المفيد يعني. المهم انت مقتنعه، ولو انه الحقيقه انا لم تقنعني يعني. الحقيقه انا بالنسبه لي عندي الامكانيه باش ناخذ 27 ناخذ 27 حتى تكون الامور واضحه، اللهم للحفاظ على اجواء المجموعه او عنده حسابات اخرى هذه اموره. لا باش نرجع المجموعه يا هيك حتى لا انا حسستني نحكي مع جمال بالماضي. لا مش جمال بالماضي، ولكن لما تقول انه مجموعه كانه هذول اللاعبين راح يخلقوا مشاكل في المجموعه. لا هو اختيار فني تكتيكي وخلاص انتهى الامر. نمشي مباشره طارق رايك في عدم وجود بالرحمه لاعب ويست هام في قائمه المنتخب الجزائري والاكتفاء ب 26 لاعب فقط رغم أن القائمه ممكن ان يتواجد فيها 27 لاعب؟ صحيح. هيكل المشكل مش في الاسم اللي باش يقع استدعائه، هو المشكل في انك نقصت على روحك معناها خيارات اخرى. معناتها فما تعرف كاس افريقيا يمكن تلعب 6 مقابلات في 3 أسابيع ولا اكثر شويه. يعني فما اصابات، فما برشا حوايج معناها تنجم تصير. معناتها كي تعطيك حل اكثر حل المدرب حتى في الفرق معناها المدرب ديما ماذا به باكثر انتدابات باكثر حلول حسب رايي، وخاصه هذوما لاعبين اللي موجودين في المنتخب الجزائري. صحيح فما الحلول، ولكن لاعبين اخرين نجم يعطيوك حلول اخرى زاده، نجم حتى تغير في طريقه اللعب، تنجم معناها حسب اعتقادي
مع احترامي لجمال بالماضي معناتها نقص حل من الحلول. 27 افضل من 26 و26 افضل من 25، يعني نقص على روحه حل مهما تكون الاسباب حسب رايي غير مقنع، الا في صوره ما لاعب او لاعبين ما همش باهين في المجموعه ولا ياثروا على المجموعه. ممكن بالرحمه، ممكن هذا سبب، ممكن انا نشوفه انه ممكن اللاعبين هذوما اللي ينشطوا في اوروبا اذا كان يقع استدعائهم وما يلعبوش يمكن ياثروا في المجموعه سلبيا. معناها هذا الحاجه الوحيده اللي يمكن تكون معناتها تقنعني. حاجه اخرى باش تقول لي لا 26 ما فما حتى حاجه تقنع انه واحد ينقص على روحه الحلول في تظاهره كبيره كما كاس افريقيا. واضح. هو على كل جمال بالماضي يعرف ما يصلح لهذا المنتخب، وطبيعي جدا هو يحاول أن يهيئ كل الظروف المناسبة حتى يكون المنتخب الجزائري ممكن على منصة التتويج. ولو أنه جمال بالماضي لم يرشح المنتخب الجزائري لينال اللقب، وممكن هذا أيضا تدخل في إطار ربيع ما عادش في وقت. لا ركزتوا بزاف على بالرحمة، يعني ممكن لا أي لاعب آخر، أي لاعب. لا مثال بالرحمة. مثال بالرحمة أعتقد ما تعرفش أنا جاتني لا، لأنه لم يصافح بالماضي في مباراة المنتخب المصري مثلا. لا كانت صارت مشادة بينه وبينه أعتقد. مباراة المنتخب المصري. لا احنا فقط مثال ربيع، اعطينا بالرحمه كمثال، ولكن في عديد اللاعبين اللي بامكانهم انهم يكونوا رقم 27 في تشكيل المنتخب الجزائري. منهم لاعب الغرافه شو اسمه؟ ياسين ابراهيمي. انا معك، ولكن ياسين ابراهيمي راهو مبعد منذ زمن، من اكثر من سنه، والحلول التكتيكيه اللي يقول عليها كيما رجع سفيان فيغولي ممكن يستفاد من ابراهيمي. وحتى لو تشوف منصب هذا منصب شاغر. شوف منصب، معليش ولكن نحترمه، مازال في مصر، مازال في تونس، مازال في المغرب، مازال في موريتانيا. حتى الراي العام يفهم انه بروفايل اللاعبين في كل خط في كل منصب عنده لاعبين او ثلاثه. اذا شنو هو التغيير هذا؟ حكيم انت عطيت رايك، ولكن انا تعرف شنو المشكله في بعض الاحيان نتحدث بحده مع حكيم حتى تكون الامور واضحه. يعني في بعض الاحيان نحس روحي نتحدث بحده، لانه حكيم لا يلعب دور المحلل، يلعب دور المحامي، وهذا في بعض الاحيان خلاص. اعطي رايك، اعطي رايك كل الامور واضحه. لا ولكن حق المشاهده علينا نعطوا الحقيقه كامله. انا عندي معلومات اللي كيفاش كمل انت البرنامج يا خويا. اللي طارق ما عندوش. نمشيو للمنتخب المصري، ما عادش في وقت يا حكيم وراس خويا، ما عادش في وقت، ولكن الحكايه هي واضحه وجليه. في 27 اعطيت رايك، طارق اعطى رايه، قلت لك اخر مره ما نحاولوش انه نفرضوا الراي ونحاولوا انه ندافعوا. ما فرضتش رايي يا هيكل، انا بصحح المعلومات. المنتخب المصري ما تصلحش معلومات، ماكش تصلح في المعلومات انت هوني. تصلح في معلومات شكون؟ كيف لما تقول لي انت تصلح في معلومات شكون؟ لما تقول انه بالرحمه لا تصلح في معلومات لما تقول انه بالرحمه رايح باساس على اساس انه المجموعه مش قضيه المجموعه، قضيه تصلح. احنا قلنا فرضيه يا حكيم، عايشك ما تغيرش الاكلام. قلنا فرضيه انه بالرحمه ممكن يكون في المجموعه، قلنا ممكن، هي قراءه، ما قلناش معلومه صحيحه حتى تصلحها انت. احنا نعطيو في قراءه، قلنا ممكن، احنا نعطيو في قراءه الان. علاش انت ممكن تحب تعطيها معلومه وتصبح تدافع؟ علاش؟ بصح علاش اذا الراجل هو مشى ب 26 لاعب؟ اوكي اعطيت رايك، ولكن المنطق يقول ناخذ 27. المنطق به. نمشيو للمنتخب المصري، نمشيو مع الكابتن علاء. مع الاسف طولنا شويه في المنتخب الجزائري، نمشيو للمنتخب المصري. ممكن كابتن علاء الاسم الذي اثار جدلا هو حسين الشحات لاعب الاهلي المصري. دي حقيقه هيكل، ومفيش مشكله ولا حاجه. انا مستمتع على فكره بالنقاش اللي بينكم، حلو النقاش ده، وفي الاخر بتوصلوا لكل واحد راي. لكن هو الحل دايما كل واحد مقتنع بحاجه، لكن هو احنا دايما في عرف الكوره كده، اي مدير فني اذا كان في النادي او في المنتخبات بيحب يستفاد بكل العناصر اللي عنده او بكل العدد اللي عنده. فطبعا كل مدير فني ليه رايه الخاص بيه. دي خلاص، دي خلصنا منها. الحاجه طبعا الاكبر، انا بتفق معاك جدا في موضوع حسين الشحات. حسين الشحات يمكن من اكثر اللاعبين المصريين يعني حفاظا على مستواه الفتره الاخيره. لعيب مركز كويس جدا مع ناديه، متالق في كل البطولات يا هيكل، اذا كان بطولات في الدوري المصري او بطولات القاريه او في السوبر المصري الاماراتي. اخر حاجه كان ضدنا ضد مودرن فيوتشر. حسين مستواه ثابت تماما. حته ان انت ما تاخدش حسين دي يعني برضه عندي استفهام كبيره جدا جدا جدا. ضميت كوكا وحصل اصابه وخرج. برضه تغاضيت عن ياسر ابراهيم، لكن حصلت اصابه لاسامه جلال لاعب بيراميدز، ورجعت تاني ياسر ابراهيم. انت عندك خيارات كتير جدا، لكن انت حاطط نفسك في مشكله اللي هي ليه اللعيب ده ومش ليه اللعيب ده. انت اخترت. احنا دايما بنقول عندنا في مصر هنا
انت بتختار اللعيبه على اي اساس؟ يعني ايه الاساسيات اللي بتختار على لعيب الكوره عندك في مصر هنا؟ هل هو مستواه في الدوري المصري انت مراقبه اذا كان راجل بروفيشنال ومحترف خارجي؟ ماشي، انا معاك طبعا، لان هنا في حاجه كمان، ان كل المحترفين بتلعب ما بتلعبش، مستواه كويس مستواه وحش، هي موجوده، ودي برضه عندي استفهام كبيره جدا يا هيكل. كره القدم ما بتتقاس ان انا محترف، لا، بتتقاس بعطائك بادائك، حتى لو في ناديك، اذا كنت في داخل مصر او خارج مصر. الحاجه الثانيه، احمد الشناوي بنتفق ان هو حارس مرمى مميز وحارس مرمى كويس جدا، لكن بقاله فتره بعيده جدا مصاب، وده حارس مرمى. يعني يمكن كابتن حكيم عارف معنى حراسه المرمى، انت ازاي تبعد فتره ولازم تبقى متواجد تحت الثلاث في المرمى نفسه. برضه حاجه غريبه جدا، بما ان بعض الحراس كانوا مميزين جدا الفتره اللي فاتت، انت ما بصيتش عليهم، يمكن على راسهم محمود جنش، بغض النظر هو اذا كان في نفس النادي ولا حاجه، لكن هو فعلا حارس مميز. اختيارات كتير جدا يا هيكل، عليها علامات استفهام كتيره جدا، لكن في الاخر احنا بنتكلم نقول ان انت في الاخر هتحاسب المدير الفني ده على اختياراته، وبتستنى بتشوف النتائج ايه، لكن هو كل منتخب عايز يبقى دايما بيشوف احسن لعيبه. كلنا مش هنتفق على قرار واحد او على راي واحد، هي عرف الدنيا كده، لكن في حاجات بتبقى صعب الاختلاف عليها، زي حسين الشحات، صعب قوي حد يختلف عليه. لو اتكلمنا هنا في الاستوديو عامة كلنا بالبرنامج الجميل بتاعنا ده، وكلنا ما شاء الله الناس يعني آرائهم جميلة جدا، استحالة حد يختلف على حسين الشحات، لكن هي في الآخر آراء، وفي الآخر هنستنى نشوف نتيجة اختيارات فيتوريا إن شاء الله في الدورة دي. واضح. هذا بالنسبة لقائمة المنتخب المصري، قلنا تقريبا أكثر اسم أثار الجدل هو حسين الشحات لاعب الأهلي المصري. نمشي للمنتخب المغربي بسرعة مع كابتن ربيع وأيضا أستاذ محمد الميغودي. مش نبدأ بربيع لأنه المثير للاهتمام هي 11 لاعب في قائمة المنتخب المغربي اللي تغيروا مقارنة بكأس العالم الأخيرة. عدم وجود حمد الله، تقنيوتي، اليميق، بنون، ايضا داري، صابير، شاعر، جبران، بوخليل، جديره، وانس اللاعب الزروري. تقريبا 11 لاعب غير متواجدين مقارنه بالقائمه الماضيه ربيعه، مقارنه بكاس العالم اللي حقق فيها المنتخب المغربي الانجاز. واذا تلاحظ كل هذه الاسماء تقريبا ممكن ادائها تراجع او لا تلعب بانتظام، من خلال كل الاسماء التي ذكرت واللي يعني تبعتك، سواء تكلمت على داري او تكلمت على بانون او تكلمت على الزروري، كذلك لاعب بيرلي مع التقنوتي الذي ذهب الى المغرب الفاسي ولا يلعب، حمد الله اللي كثره الاصابات ولا يلعب بانتظام، كذلك لا مع المدرب السابق ولا مع المدرب الحالي لانه رجع من الاصابه. والاكيد بانه لما تشاهد جبران اتفق معك، خاصه انا بالنسبه لي في تجاوز اسامه العزوزي لاعب شاب اكيد 22 سنه، لكن لم يلعب إلا مباراة واحدة مع بولونيا في الدوري الإيطالي، وبالتالي نحن نتكلم ممكن على إعطاء فرصة لهذا اللاعب في مسابقة قارية. أنا في رأيي الشخصي لا أحبذ دائما هذا الفكر، لأنه بالنسبة لي مسابقة قارية يجب دائما أن يكون لاعبين حاضرين، لكن مقارنة مع اللائحة التي كانت السابقة سواء في عهد رونار ولا في عهد كذلك واحدة للوزيتش، تبقى دائما لائحة وليد الركراكي صراحة تبقى عادلة منطقية، نختلف في اسم أو اسمين، لكن صراحة أنا في رأيي الشخصي أفضل بكثير من اللوائح التي كانت في الماضي والتي كانت دائما تضم 7-6 لاعبين لا يلعبون بانتظام، اللهم إلا ممكن دقائق معدودة. واضح. نمشي للاستاذ محمد الميغودي بسرعه. استاذ محمد الميغودي، ممكن انا ما يخيفني بالنسبه للمنتخب المغربي في هذه الكاس الافريقيه، نعرف جيدا اجواء كاس افريقيا، نعرف جيدا ان المنتخب المغربي دائما يجد صعوبات في كاس افريقيا، والمنتخبات العربيه التي دائما تتالق في ادغال افريقيا لازم يكون عندها مجموعه من اللاعبين في الدوري المحلي. مع الاسف نعرف جيدا اجواء كاس افريقيا، نعرف جيدا ان المنتخب المغربي دائما يجد صعوبات في كاس افريقيا، والمنتخبات العربيه التي دائما تتالق في ادغال افريقيا لازم يكون عندها مجموعه من اللاعبين في الدوري المحلي. مع الاسف في هذه القائمه نجد لاعبين فقط من الدوري المحلي، حارس احتياطي بن عطيه حارس الجيش الملكي، وايضا عطيه الله مدافع بن عبيد مدافع حارس الجيش، وايضا عطيه الله مدافع الجيش الملكي. يعني ممكن نقطه عطيه الله مدافع الوداد البيضاوي. مدافع الوداد. لا عطيه انا معك اي الحمد لله انت معايا. ايوه استاذ، يعني الحقيقه حاجه نقطه تخوف نسبيا.
والله عزيزي كنت يعني اولا اتفاعل معكم في النقاش الاول في ابعاد 11 لاعب من المونديال. اعتقد ان بالمونديال ان وليد الركراكي كان امام ضغط كبير، على ضغط زمني كبير، وبالتالي انا شخصيا كنقول كانت هناك بعض الاخطاء في الاختيارات نتيجه هذا الضغط الزمني. الان امامه وقت كبير وطويل، وايضا تطلع على كل تفاصيل لاعبي المنتخب المغربي سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، وبالتالي ان هامش النقاش حول لائحه وليد الركراكي لا تتجاوز لاعب او لاعبين. انا شخصيا لست متخوفا ولا اتخذ هذا المبرر كاعتبار، لسبب بسيط جدا، هو ان الثوابت الاساسيه داخل الفريق الوطني المغربي لعبت على الاقل تظاهر او تظاهرتين افريقيتين، وبالتالي ان هذا التعايش والتفاعل الايجابي مع كل هذه الشروط بالقاره الافريقيه هي حاضره عند ثوابت الفريق الوطني المغربي، وبالتالي انا بالنسبه الي هذا التخوف غير موجود. فقط انا تخوف بسيط جدا جدا عندي، انا لست مثل ربيع العفوي لانه افضل مني بكثير كلاعب وكايضا خبير في هذا التحليل. انا على مستوى حراسه المرمى واستحضر هنا تجربه منتخب مصر حينما اصيب الحارس الاول واصيب الحارس الثاني ووجدوا نفسهم امام الحارس الثالث، ولذلك انا اقول طالما ان كان امام خيارات، انا اعتقد ان انس زنيتي كان ولو كان على الاقل ان يكون 4 حراس، لان اذا ما كان اصيب بونو او اصيب المحمدي فيجب ان نكون امام حارس مجرب وامام حارس كبير. اما لائحه وليد الركراكي فانا اختم عليها في السنوات الاخيره افضل لائحه من حيث المصداقيه ومن حيث النزاهه الفكريه. وانا ادعم كلامك بمشاركه المنتخب التونسي في كاس العالم 2018. المباراه الاولى اصيب معز حسن، ثم ادخل فاروق بن مصطفى اصيب ايضا في المباراه الثانيه، المباراه الثالثه لعبها البلبولي وهو كان مصاب ايضا، حتى تكون الامور واضحه. به نمشي وانا نتحدث على تونس، نمشي مباشره طارق سالم للحديث عن قائمه المنتخب التونسي. كابتن طارق، ممكن في نقطتين ممكن تركز عليهم او نركز عليهم باعتبار النقطتين التي اثارت الجدل. النقطه الاولى تتعلق بحنبال المجبري وعدم دعوة هذا اللاعب لأسباب نعلمها جميعا، أنه حنبال هو من خير عدم الذهاب لكأس أفريقيا باعتبار عنده عروض من بعض الأندية الأوروبية، ويقول أن العرض لا يمكن أن يستفيد منه إلا إذا بقي في فريقه ولم يذهب لكأس أفريقيا. هذا واحد. واثنين، النقطة الثانية هي تعويض اللاعب بن وناس. يعني لما تعوض بن وناس توقعنا هو بن وناس بالنسبة لجلال القادري كان جناح أيسر، ممكن توقعنا أكثر جناح أيسر، ممكن توقعت بوقرة في هذا المركز، ولكن جلال القادري ذهب لقلب هجوم هو سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري. بالنسبة للنقطة الأولى هيكل، حسب اعتقادي حاجة غير عادية في المنتخب ومؤشر سلبي. هذه الرخص المرة الأولى ترخيص اللاعب لانه زوجته معناتها باش تنجب، المره هذه حنبال المجبري، حتى المره الفارطه زاد حنبال المجبري يمر بظروف في فريقه، والمره هذه معناتها السؤال هو لو كانت هذه كاس عالم، هل كان حنبال المجبري باش يتغيب على كاس العالم مهما كانت الاسباب؟ حسب اعتقادي هذا مؤشر غير معناتها مؤشر سلبي في المنتخب من ناحيه الانضباط ومن ناحيه الروح ومن ناحيه المجموعه. يعني اذا لاعب يرفض باش يلعب مهما تكون التعلة مقابله مصيريه في تصفيه كاس عالم ولا في كاس افريقيا، حقيقه هذا مؤشر سلبي. بالنسبه للنقطه الثانيه بن وناس، مرتضى بن وناس، التعويض هو كما نقولوا اصلاح خطا، لانه كي تشوف القائمه نتاع المنتخب التونسي في 27 لاعب فما زوز مهاجمين فقط، مهاجمين صريحين، يعني الخنيسي والجويني. يعني لو يصاب واحد منهم المنتخب ما عادش ينجم يلعب بزوز مهاجمين، يولي مفروض عليه يلعب مهاجم. حسب اعتقادي هذا خطا وقع اصلاحه بسيف الجزيري، وهذا الحاجه الايجابيه انه زاد مهاجم ثالث على الاقل القائمه في 27 فما 3 مهاجمين، يعني فما خيارات تكتيكيه باش تلعب مهاجم ولا باش تلعب بزوز، وهذا هو العادي. يعني على الجهه اليسرى حسب اعتقادي العاشوري والمساكني زوز لاعبين في مركز، وهذا عادي جدا، لا فائده باش يكون ثالث في نفس المركز.
واضح طارق. على كل نختم مع المنتخب الموريتاني ايضا، تحدثنا عن 4 منتخبات. راي طارق واضح. نمشي مع المنتخب الموريتاني. نكمل معك حكيم، رايك في قائمه المنتخب الموريتاني. ودائما نذكر لاعب والي ظهير الاتحاد المنستيري عوض عبد الله محمود الذي اصيب في المباراه الوديه الاخيره امام المنتخب التونسي. والشيء الجميل موريتانيا اظهرت من الامكانيات الشيء الكثير في مباراه وديه امام المنتخب التونسي. اكيد هيكل هي ثالث مشاركه للمنتخب الموريتاني بعدها نسختي 19 و21. عبدو ادى نسخه محترمه جدا مع جزر القمر في نسخة الكاميرون، وهذا ما سمح المنتخب موريتانيا أن يستقطبه كمدرب. حتى الوالي لاعب المونستير نظن أنه هذه فرصة له أنه يتألق، لأنه في بعض الأحيان هاي الفرص اللي واحد ما يكون ينتظرها وتجيه يعني من فوق، زي ما كان مع منتخب الجزائر. تذكر دولور مع قضية اللاعب حتى والله نسيت اسمه هذا اللاعب هاريس بالقبلة، ودولور في آخر كان لاعب بن خماسة هو اللي ما راح يستدعى، ودولور في اخر الدقائق ولا ينتظر ولا واحد، وكان مع منتخب الجزائر واصبح بطل افريقيا في 2019. اذا انا نظن انه المنتخب الموريتاني بقي دائما يكسب في التجربه على شاكله كذلك نادي نواديبو، يكتسب في التجربه. ثالث مشاركه هيكل، نظن انه حتى لو كانت المجموعه قويه وقويه جدا، المنتخب الجزائري انغولا وكذلك منتخب بوركينا فاسو، لكن عبده عنده من الكروت ومن المفاتيح يمكن ان يفاجئ بها الجميع، لانه دائما نقولوا لو بتي سوندريون دائما حيث ما لا ننتظره يمكن ان يخرج لنا من اي مكان لم يكن منتظرا منه. شكرا جزيلا حكيم. تقريبا وصلنا لختام العدد الاول من برنامج الكره العربيه الخاص بكاس افريقيا. كما قلت انطلاقا من اليوم سنكون في موعد اسبوعي كل يوم اثنين وايضا يوم خميس. اضفنا يوم الخميس في متابعه لمجريات كاس افريقيا. على كل كابتن حكيم اسمع، شكرا جزيلا. شكرا هيكل، وطول بالك معايا. لا والله لا لازم معنا. اول مره قلقتك. لا والله لا، انا نحب اللي يكون موجود في البرنامج نحب يتحدث بافكاره، ما نحبش يكون عنده افكار مسبقه يعني. لا مش افكار مسبقه، لا والله يا حكيم، والله يا هيكل، لا اكثر ولا اقل. ولكن سامحني ولكن عمرها ما كانت افكار مسبقه، لانه العمليه تتعاد الان. تعرف لما تتعاد مره 2 3 4 تصبح العمليه فهمت كانها مجهزه من قبل. كابتن ربيع العفوي ايضا كنت متالقا، شكرا جزيلا. شكرا أخي. طبيعي جدا اشكر الجميع. كابتن علاء ميهوب من القاهره، استاذ محمد الميغودي من المغرب.